هلا الدوري الانجليزي يا شباب مو بس صار فيه لولا بانتوني ولا 600 مليون اللي صرفها نادي تشيلسي واخر شيء جابوا الكرسي وقعدوا بمركز 12. في شغلات كتير لازم نحكيها على الفرق الانجليزيه وكمان شرحه بالنسبه للدوري الايطالي. مو بس اليوفي عشوي كان رح يحتل المرتبه 11 ولا كمان بس صار فيه انه تم طرد مالديني هو ابنه من النادي ليصير الميلان لاول مره منذ عام 1998 بدون شخص من عائله مالديني في الفريق. لذلك بفيديو اليوم يا شباب رح احكي لكم شو هي اهم الاحداث اللي حصلت بالدوري الايطالي والانجليزي، مثل هيك ملخص عن ناعم. وفي حال حبيتوه للفيديو بنحكي على باقي الدوريات الكبرى، الباقي الثلاثه قصدي، لانه فيديو اليوم مليء بالمفاجآت والاثاره. خلونا نبلش بواحد من اجمل الدوريات بالسنوات الاربعه الماضيه، الا وهو الدوري الايطالي. هلا صح انه الفرق الايطاليه فينا نقول انه كانت فرق سوريه نوعا ما لحد اليوم او لحد 4 سنين مضت، من وقت ما اخذ الانتر دوري الابطال ب 2010 مع السبيشال وين جوزيه مورينيو، يعني من 2010 ل 2018. واضف عليه انه السيده العجوز كانت تنيم احفادها قبل المغرب وتاخذ اللقب، الا انه بانه اخر 4 سنوات كبروا هدول الاحفاد وبعتوها لهي الختيار الكركمه لمأوى العجزه ورجعونا المتعه الغائبه عن هالدوري. هلا اول شيء بدي احكي انه اخر 4 مواسم بالسيريا كان عندنا بطل جديد كل موسم، واللي هن اليوفي والانتر والميلان، ومفاجاه اوروبا الاولى هذا الموسم نادي نابولي. نابولي هو النادي المفاجاه، لان اول سنه ما كان حدا متوقع انه هذا النادي يشم ريحه الدوري. لو انه مارادونا عايش، كنت يا مارادونا هلا يمكن عايش احلى سنين بعمره. ارجنتين بطل كاس العالم ونابولي بطل الكالشيو وكلهم قرابه ال5 اشهر، بس ما له نصيب يشوف هالشوفه. طبعا بتمنى منكم انه ما حدا يقول انه نابولي اخذ الدوري بالحظ، لانه عن جد ما في حظ بالعالم بيخليك تفوز بالدوري بفارق 16 نقطه على المركز الثاني، يعني حظ مو ظابطه ابدا. اما اذا بدنا نحكي كره قدم فاكيد الفضل الاول والاخير بهذا الانجاز اللي كان غايب من ايام الاسطوره مارادونا، يعني من 33 سنه، هي بسبب اثر على ابو الصلعه البرونزيه، طبعا لانه الصلعه الذهبيه محجوزه لجوارديولا، واللي هو لوتشيانو سباليتي. بصراحه هذا المدرب من ثاني موسم له مع النادي الجنوب الايطالي قدر يثبت انه هو من طينه العظماء، وقدر ياخذ الدوري بفريق فينا نقول عنه يعني ونحن مرتاحين انه كان اقل من عادي ببدايه الموسم. يعني بالله عليكم بيني وبينكم مين ببدايه الموسم كان بيعرف اوسيمين ولا كفارتسخيليا؟ انا متاكد انه غالبيتكم ما كانوا بيعرفون وانا منكم اكيد، بس فينا نقول انه هدول الجوز هيك كانوا كلمه السر للفوز بالدوري، وخصوص كافا مارادونا اللي كان لاعب الموسم بايطاليا. وقدروا هدول الجوز يحققوا ارقام اسطوريه خلت نجمهم يلمع، بس مو بايطاليا، باوروبا كلها. اما سباليتي للاسف فهو حط الميداليه برقبته من هون، وبتلاقي بيغادر النادي الايطالي من هون، وكلنا بنتامل ومشجعي نابولي على امل انه هذا الزلمه سباليتي هو الشخص الوحيد اللي حيغادر النادي هذا الموسم. ومن مفاجات الموسم خلونا ننتقل لاكثر فريق اكل خوازيق عثمانيه هذا الموسم. طبعا اكيد عرفتوا عن مين عم بحكي، ما في غيره، السيده العجوز يوفنتوس. هذا النادي اللي فيكم تقولوا هيك ملخص موسمه بيتمثل برده فعل أليجري بعد ما ضوى دي ماريا فرصه مهمه قدام لاتسيو. والله هذا يا شباب بعد ما كان يوفنتوس عامل بالدوري الايطالي مثل بايرن بالدوري الالماني واخذوا هيك استثمار طويل الامد، بلشت المصايب تنزل عليه من سنه 2020، وتحديدا المشاكل الماليه والمخالفات للقواعد والقوانين. بس المصيبه الاكبر انه القضاء بايطاليا فيكم تقولوا انه كان اخذ هيك قيلوله طويله بالسنين اللي قبل، وما عجبه هذا القضاء الايطالي فيه الا بهذا الموسم، واللي يعتبر من اسوء مواسم اليوفي بالعشر سنوات الاخيره. فبنصف الموسم الماضي بلقطوهم جماعه القضاء ليوفنتوس اللي تعالوا وين رايحين يا حبيباتي؟ مفكرين حالكم اذكياء وقاعدين عم تسجلوا لعيبه باسعار وهميه؟ شو شايفين نحن القضاء بايطاليا شاطر ريالتنا؟ وبيروح هذا القضاء وبيقرر يخصم 15 نقطه من رصيد الفريق، وبيخليه ينزل المركز ال11 بضربه واحده، ويغني لدوري الابطال اغنيه مع السلامه تبع حسام جنيد، مع السلامه. بس بعدين بيروح النادي بيقرر انه يحاول يرجع كرامته قبل ما يفوت الاوان ويطعن بالقرار. فالقضاء الايطالي اللي شكله شاط ريالته بيرجعون هال15 نقطه ليرجعون للمركز الرابع، يلي بالتاكيد بيأهلون على الشامبيونز ليج. طبعا هم جماعه يوفنتوس كثير انبسطوا، بس ما لحقوا ينبسطوا هدول الشباب، ولا بيطلع القاضي وبيرجع بيخصم لهم 10 نقاط بقرار نهائي غير قابل للطعن، وكانه عم يقول لهم فاجاتكم مو. طبعا هال10 نقاط اللي خلت اليوفي ينهي الدوري بالمركز السابع، ومو بس يودع دوري الابطال، لا ويا سيدي حتى الدوري الاوروبي ما حيشموا ريحته. بس لحسن حظهم ان تاهلوا مع جرد اكسجين لدوري المؤتمرات، وشكلها هي السيده العجوز للاسف رح يجيها الفالج من هلا ليبلش الموسم الجديد. وما زال جبنا سيره دوري المؤتمرات، فاكيد هون لازم نحكي عن ذئاب العاصمه روما والثوره اللي عملها سبيشال وان جوزيه مورينيو بالنادي اللي خلتهم يفوزوا باول لقب اوروبي بتاريخهم بس الموسم الماضي. هذا الزلمه اللي سبحانك يا رب بس يرجع بتحس انه رجع المتعه معه على المؤتمرات الصحفيه. بس للاسف مورينيو ما قدر يتاهل لدوري الابطال هذا الموسم، وللاسف روما كمان خسروا نهائي الدوري الاوروبي مع اشبيليا، اي الخساره اللي زعلته كثير لمورينيو، وبسبب زعلته بيروح بيعطي الميداليه الفضيه لاحد المشجعين. غريبه الزلمه عليه حركات عن جد ما بتلاقيها الا عن مورينيو، او كما يقال مورينيو از مورينيو. اما فيورنتينا ووصوله نهائي دوري المؤتمرات ففينا نعتبره انه انجاز كثير كبير لهذا النادي. طبعا احلى شيء بهي البطوله هو شوفتنا الفرحه على فريق متوسط جدول في الدوري الانجليزي عاملين واخيرا لقب اوروبي. لا والاحلى من هيك بهذا النهائي هو شوفة المدرب المظلوم ديفيد مويز قاعد عم يحتفل مع ابو المسن باول لقب له بحياته
كمدرب، لقطة رائعة جدا، تعاطفت معه كثير لهذا المدرب. على فكرة بس عشان تعرفوا ويست هام هلا هو كبير لندن، ولا عزاء للفرق الستة الباقية، على الأقل يعني هذا الفريق ويست هام فاز بلقب هذا الموسم. أما بالنسبة للبيج ميلان ففات على هذا الموسم وهو بطل الدوري، واللي كمان غير ربك ما بيعرف كيف أخذوه السنة الماضية مع أبو صلعة الثاني بيولي. أنتم بس ملاحظين إن المدربين الصلعان أفضل بكثير من المدربين اللي عندهم شعر؟ لا طبعا هي معلومة ملهاش أي لازمة، بس يعني إنه خلص ملاحظة مو معلومة. طبعا بيولي يا شباب قدر بأسلوبه يقلب الميلان 180 درجة ويحوله من فريق ضايع لفريق بيلعب بانضباط وسلاسة. بس هالموسم يا حرام فين نقول ما فادهم شي بيولي، ويا دوب قدروا ياخذوا المركز الرابع، وحاولوا بنصف النهائي إن يكونوا مفاجأة الموسم، بس كمان ما زبطت معهم وطلعوا من هذا النصف النهائي مع الغريم التقليدي انتر ميلان. وهو خلص الدوري من هون بلشوا ملاك النادي يعملوا تعزيله على الصيف، بس شكرا الله العليم هدول جماعة ملاك النادي فهمانين التعزيل غلط وباصمين مش فهمانين، انه بيروحوا دغري وبيقيلوا اسطورة النادي باولو مالديني من منصبه كمدير رياضي بالنادي. قال شو؟ قال مالديني ما بيعرف يجيب لعيبه، على اساس انه هن فاتحين له مغاره علي بابا وقايلين له اصرف اللي بدك اياه. ما يا حبيبي ما حد عم يقبل يجي على نادي ميلان، الله يرحم هذا النادي اللي كان في موسم واحد يلعب فيه روبينيو رونالدو رونالدينيو وكاكا ويمكن بيكهام نفس الموسم، بس طلع الاسماء الخمسه الجباره اللي كانت بهذيك الفتره. هلا اذا بتقول لي عد 4 أو 5 اسماء لميلان يمكن اصفهم او افتح جوجل، كانوا معروفين. وكمان بميلان بيبعتوا ابنه لباولو دانييل اعاره، وهيك بيكون الميلان لاول مره من سنه 1978 بلا حدا من بيت مالديني موجود بالنادي. سيدي يصطفلوا الله يطفيها بكاز ما علينا. ومن الميلان بنروح على الانتر واللي هو برايي مفاجاه الموسم، ومو بس بايطاليا، لا بكل اوروبا، لانه الانتر مثل ما شفتوا عشوائي كان مسح اسطنبول كلها بصلعه بيب جوارديولا. طبعا لولا الحظ برايي الحظ وغباء لوكاكو اللي حيضل برايي هو ملك الخيبات في المباريات المصيريه. وبالتاكيد ما بدنا ننسى خليفه هيغوايين وفرصته الذهبيه يلي ما بتتضوع. طبعا هذا الموسم الانتر كان استثنائي بكل شيء، لانه قدر يفوز بكاس ايطاليا والسوبر الايطالي وينهي الموسم بالمركز الثالث. وبصراحه هالشيء كله بفضل العمل الكبير للداهيه سيميوني انزاغي اللي ما كان حدا ابدا متوقع انه يقدر يخلي هذا الفريق يلعب بهذا الشكل المرعب، وخصوصا بالشكل المرعب يلي لعب فيه بالنهائي مع السيتي. يعني خلى سيتي جوارديولا يبين وكانه سيتي 1999 امام الانتر. كل العالم تبصم انه الانتر كانوا مرعبين بالنهائي. طيب على سيره الرعب، شفتوا لانزاغي بالنهائي لما عصب وراح هيك كمش مساعده بطريقه غريبه وارجعنا هذا الوش اللي غريب جدا. هلا بعرف رح تقولوا لي انه لسه عم تقلنا السيتي وجوارديولا والسيتي جاي لهم احكي عنه، بس ذكروا شغله لما جوارديولا صار يبكي لما اعتزل اجويرو وصار يقول انه احنا ما بنقدر نجيب مثله. شوفوها والله شوفوها. We cannot replace him. We cannot. هي كانت حالة جوارديولا هالسنة، طول الموسم كان عم يعمل انه يتمسكن ليتمكن، انه بين انه هو ما بيقدر يجيب الدوري الابطال وما بيقدر يجيب الدوري الانجليزي، وبالنهاية جاب الثلاثية. خلينا نبلش نحكي عن البريمير ليج، بس قبل ما نبلش خلوني اقول لكم هي المعلومة الاسطورية على السريع. طبعا بعد ما حقق المان سيتي الثلاثية التاريخية، صارت مدينة مانشستر هي المدينة الوحيدة اللي حقق فيها ناديين مختلفين الثلاثية، واللي هن طبعا اليونايتد والسيتي. واذا بنرجع لبعد نصف الموسم، اكيد الكل كان متوقع انه الارسنال خلص رح يفك هذا النحس الكروي تبع اللا هزيمة تبع 2004 ويرجع يحقق لقب البريمير ليج مرة ثانية بعد غياب 19 عام. كنا متوقعين هيك باستثناء شخص واحد اللي هو جاري نيفل، لما نبهنا كلنا بشهر واحد انه السيتي لساته هلا مرنخ يعني مرتاح ولسه ما شغل المحرك. وبالفعل جوارديولا كان مشغل السيجاره تبعه وعامل كاسه شاي خمير وعم يتفرج على تلميذه ارتيتا، انه شايفين هذا المدرب اللي اخذ المرتبه الاولى بالدوري الانجليزي، شايفينه هذا اللي بفارق 8 نقاط عني، هذا الزلمه كان تلميذ عندي، زقفوا لي يا شباب. طبعا هالاند بصير يزقف ويضرط بنفس الوقت. ولما اجى وقت الجد وتحديدا بشهر شباط، بيقوم بيب بيغسل كاسه الشاي تبعه وبيقول للعيبتهم خلص بكفي لهون وحاجه، انا رخيت له الحبل كثير لارتيتا، ويبلش سلسله انتصارات اسطوريه وبيقدر يحقق 15 مباراه بلا هزيمه، 14 فوز وتعادل وحيد مع العنيد نوتنغهام فورست. هذا الشيء اللي بيخليه يركب صاروخ نووي يحطه بصداره البريمير ليج. طبعا هذا الصاروخ النووي كان في قدامه الدبابه، ما كيف تزبط هي بالعزله العسكريه، ما بعرف، بس المهم الدبابه النوويه كان ايرلينغ هالاند اللي ساعد كثير السيتي بالحصول على 15 فوز. طبعا هالاند اللي قدر يحطم كل الارقام القياسيه ويحرق الاخضر واليابس ويسجل 36 هدف ويكون هداف اوروبا الاول. كمان ما بدنا ننسى ابدا الوقود لهذا الصاروخ النووي اللي هو كيفن دي براون، واللي هو صحيح قدر يجيب 16 اسيست ويكون من اهم اسباب سيطره السيتي على الدوري، بس هذا الرقم ما له كثير، يعني ما له رقم عالمي، بس انه يعني مرقول اياه، خلص مرقول اياه، الزلمه ساهم مساهمه كثير كبيره. بس برايي لاعب الموسم بالسيتي هو رودري، اللي برايي هو افضل لاعب وسط محوري في العالم حاليا، وبدكم تعملوها هبده اعملوها هبده. برايي رودري بيستحق الكره الذهبيه في حالها، في حال ما اخذها ميسي، يعني زلمه فاز بالثلاثيه وفاز بدوري الامم، انه على شو هالاند احسن منه؟ والله على شو. طبعا ما بدنا ننسى عضو عصابه اللهو والخفي جون ستون، اللي هو صحيح ما بين كثير على الكاميرات، بس هو بالتاكيد من افضل لاعبي السيتي هالموسم. اما بالنسبه لجوارديولا فبرايي الحكي خلص فيه، وتوقع سؤال انه من هو اعظم مدرب بالتاريخ، هذا السؤال لازم ناخذه حاليا بشكل جدي كثير. لذلك بدي اعرف شو رايكم، هل هو بالفعل بيب جوارديولا اعظم مدرب بالتاريخ، ولا لازم برايكم يلي انتم بتقولوا لا لازم يحقق جوارديولا ثلاثيه ثانيه مع فريق ثالث لتقولوا انه هو اعظم مدرب بالتاريخ؟ هلا بيني وبينكم وصول السيتي للصداره كان سببه برايي تخبيص الارسنال باخر جولات الدوري، لدرجه انه كان الواحد يحس انه الارسنال هيك مثل الحنفيه الخربانه اللي جلدتها خربانه اللي عم تعمل تسريب نقاط هون ونقاط هون. هلا الكل كان بيعرف انه الارسنال بقياده ارتيتا كان من افضل المشاريع باوروبا، بس ما كان حدا متوقع انه بهذا الموسم وبهي السرعه يقدروا يتصدروا
الدوري، لا وقدروا يتصدروا 8 اشهر كامله على السيتي ويوصلوا لفارق 8 نقاط معهم. بس للاسف هذا النادي تقول عينه صابته وما بقى يعرفوا يلعبوا وصاروا ياكلوا اهداف اشكال الوان يا ريان. طبعا برايي الشخصي السبب الاول بانخفاض اداء الارسنال كان هو اصابه قلب الدفاع ويليام صليبا. هذا الشاب يلي بالرغم انه صغير بالسن بس كان صمام الامان بالفريق، وهون كانت كلمه السر. الاصابات الكثيره بارسنال هي اللي رجحت كفه السيتي. طبعا السيتي ما بتفرق معه كثير الاصابات لانه الحمد لله عنده دكه اسطوريه. هلا ارسنال هذا الموسم وبالرغم من التصدر صحيح هو ما كان بنفس قوه الانفنسبل تبع 2003، بس لا تنسوا انه فريق دوري لا هزيمه كان معدل اعمارهم اكبر، كان تقريبا 28 سنه، يعني فيكم تقولوا هذاك الفريق ب 2003 كان عندهم خبره اكثر، بينما معدلات الاعمار على ارسنال ارتيتا تقريبا 24 سنه، واضف عليه انه ما عنده لاعبين هيك كبار مثل هنري وبيركامب، واضف عليه ايضا انه ارتيتا هو مدرب يعني فيكم تقولوا يافع جدا، يعني عمره 41 سنه، صحيح هو عنده خبره بس ناقصه شغله وحيده هذا المدرب الابضاي، ناقصه انه يعلم فريقه ما يخسروا نقاط جدا جدا مهمه، لا وامتى باخر جولات الدوري، مثل ما فرطوا بنقاط مع ويست هام وليفربول وساوثهامبتون، والكل بيعرف انه بهذا الموسم الارسنال هيك بايديه اهدى اللقب للسيتي، يعني بكل اريحيه، خساراتهم او تعادلاتهم هي المالة طعمه قبل ما يجي السيتي ويقضي عليهم بالاسبوع 34. خزان احزان يا ارتيتا. وما زال عم يحكي كيف شلح جوارديولا الدوري من ارسنال. خلونا نحكي عن الفريق لولا بيب جوارديولا كان اخر الدوري 3 مرات باخر 4 سنوات. ايوه يعني عليكم فريق ابو صلاح. طبعا ليفربول كان معودنا انه كل سنه بيضل يتناقر مع السيتي طوال الموسم واخر شيء السيتي بياخذ الدوري، بس السنه ما كان الوضع هيك بنو، لانه هو بلش الموسم من هون وقال لك فريق الليفر خذ على المفاجآت من هون. طبعا ما في حدا منا بينكر انه اداء الليفر انخفض بعد ما تركوا ساديو ماني وراح على البايرن. هلا صح الليفر عوض غيابه وجاب واحد من سفاحي الهجوم واللي بيقدروا يقتنصوا الهدف بلحظات، هاروين نونيز. هيك المفروض انه هو قناص. بس داروين مايونيز ما قدر يغير شيء بالرغم من تسجيله 15 هدف وتضييعه 7000 فرصه. اما بالنسبه لمحمد صلاح فبرايي انه يسجل بس 19 هدف هو عدد قليل بالنسبه لاسطوره عودنا يسجل اكثر، وان شاء الله الموسم القادم ابو صلاح يقدر يزيد هذا الرقم باقل شيء 10 اهداف. بس الحمد لله بالنهايه الشباب بالريز قدروا يصحصحوا شوي باخر الموسم، لانه لو ما صحصحوا بينه وبينكم كانوا رح يصفوا عند تشيلسي اللي احكي لكم عنه بعد شوي، اكثر نادي بضحك بالعالم، واللي خلته بالنهايه يحققوا المركز الخامس ويتاهلوا لليوروبا ليج. سيدي الكحل احسن من العمى، معلش خلونا اخواننا بمصر هلا يسهروا سهرات الخميس ويجربوا شعور مشجعي برشلونه يلي انا منهم. هي كانت سهرات حلوه بس يعني لا تقارن ابدا بسهرات الثلاثاء والاربعاء، لا تقارن ابدا. اما بالنسبه لدجاج لندن فتوتنهام مثل كل سنه بفوت على الدوري نافشين هيك ريشاتهم ومفكرين حالهم انه يا لطيف نحن النادي رح نكسر الدنيا، ومثل ما بتعرفوا توتنهام ما تركوا مدرب هذا الموسم يعتب عليهم، يعني ما بتلاقي الا هيك كل يومين ثلاثه واحد لابس هيك لباس توتنهام تدريبي حاطط صفيره برقبته وعم يعلمهم تكتيك جديد. طبعا كل هذا الشيء خلاهم يطلعوا بالمركز الثامن، انه بلا دوري ابطال بلا اوروبا ليج بلا شيء، لك حتى دوري المؤتمرات اللي هو يعتبر دوري ابو كلب. وعلى سيره الابو كلب او الانديه الخرطي فانا بعتذر من جماهيرهم مسبقا، فاكيد هلا لازم نذكر النادي يلي يعتبر الافشل في اوروبا كلها ايه برايي هذا الموسم، الا وهو نادي تشيلسي. هلا نادي تشيلسي ليش عم تضحكوا؟ شو في شيء بضحك؟ انا بس قلت تشيلسي يعني. هلا بعرف انه تشيلسي هو نكته الموسم بس عيب الفريق يعني عنده القاب كبير لندن كبير كمان ضحكتوا، لانه هذا الموسم يمكن هو أسوأ موسم لاي فريق بالدوري الانجليزي. لا هذا كله والشباب رايحين دافعين 600 مليون جنيه استرليني كصفقات طبعا، وكله مشان يجيبوا الكرسي ويقعدوا بمركز 12. هذا المركز اللي كانوا بعيدين فيه فقط 10 نقاط عن مراكز الهبوط. معكم حق تضحكوا على فريق كان قبل سنتين بس هو بطل تشامبيونز ليج، واللي تضحكوا اكثر اداره نادي تشيلسي اوقفت هي السنه حفل توزيع الجوائز الخاص بالنادي، لانه الاداء كان حسب صحيفه الجول اداء كارثي بالنادي، والنادي ما له نفس يعمل حفل توزيع جوائز. انه عشو على مركز 12. هلا بعرف انه كلكم ناطرين احكي على الشياطين الحمر مانشستر يونايتد، ما رح فشلكم تكرم عينكم. واخيرا اليونايتد بعد سنين طويله من الضياع قدر فينا نقول هيك يرجع شوي من هيبته، فبعد البدايه الكارثيه والخساره 2-1 مع برايتون و4-0 من برينتفورد الكل صار يقول انه هذا الاصلع الهولندي يعني كم مباراه بهذا الفريق ورح يغادر، ونفس التشكيك طلع على هذا المدرب الهولندي بعد ما خسروا 7-0 من ليفربول و6-3 تبع السيتي. بس بينه وبينكم هذا العبقري ابو صلعه يلي هو كمان رابع مدرب ابو صلعه بنحكي عنه اليوم قدر يضبط الفريق بشكل اسطوري، بعد ما كان هذا الفريق مثل حارة كل من ايده له باخر المواسم، فبيروح وبيجيب شويه من شخصيه البطل من عند الريال وبيجيب كازيميرو، وبعدين بيروح لعند رونالدو بيقول له عمي الله معك بعد يشوفك بالنادي، لا يطلع المعلم رونالدو ينشح عرضه بالمقابله الشهيره اللي له معي شيء يقوم يعمل رجال ويقف قدامي، لما بدك تحكي مع اساتذه بتتادب وبتحترم نفسك، واللي له عندي شيء يجي ياخده. اذا مات الجندي دفاتره عندي، انا شخص لطيف وحنون وكريم. واخر شيء بيرجع اليونايتد بعد كاس العالم بيقدم مستويات رائعه، واللي كان وقتها راشفورد الاكثر تميزا بها، وقدر يسجل 11 جول بعد كاس العالم. انتم بس تخيلوا انه راشفورد سجل اكثر من هالاند وكين اللي سجلوا بس 10 اهداف بعد المونديال، بس بعد كاس العالم كمان بدنا ننسى 7-0 تبع ليفربول وال6-3 من السيتيزن. بس مو مهم، الشياطين بالنهايه بهذا الموسم قدروا يطلعوا بلقب يتيم واللي هو كاس الكاراباو، وبرايي يلي ما حدا رح ياخذ فيه انا متاكد الفريق الموسم القادم رح يكون مرعب، لانه من زمانها ما شفنا التفاهم والتماسك الموجود باليونايتد الجديد. صح في شغله نسيت اقول لكم اياها على اليونايتد،
في شيء كتير مهم حصل هذا الموسم اللي هو هذا. فينا نعتبره صفقه فاشله ولا خلص بنعطيه الموسم القادم بنحدد اذا انتوني صفقه فاشله ولا لا. هلا مو انا قلت لكم اول فيديو رح يكون فيه كثير مفاجات، ذكرتموا ذلك؟ خليني احكي لكم عن اقوى مفاجاه هذا الموسم واللي هو نادي نيوكاسل. هذا الفريق اللي كان كل متوقع انه يكون عنده مشوار مثل السيتي، انه يعني بدهم ابو كم 3 4 5 سنين ليصيروا فريق هيك محترم يقدروا ينافسوا على البطولات والمقاعد الاوروبيه. ولكن نيوكاسل فاجأ الجميع وقال لا انا ما رح استنى ابو 3 4 سنوات، وقدر بالنهايه يحجز مقعد بدوري الابطال بعد غياب من موسم 2004. طبعا بتاهله هذا لازم ما ننسى انه التوقعات صارت من هذا النادي كثير كبيره وما عاد في ابدا عوده للخلف، لذلك لنشوف هذا النادي الموسم القادم شو رح يعمل بقياده ايدي هاو. اما المركز السابع واللي بيأهل لدوري المؤتمرات كان من نصيب استون فيلا، وطبعا لولا لطف الله ورجعت امري للفريق بنص الموسم كنا شفناهم هبطوا مع ليستر سيتي لدوري الدرجه الاولى. ايه مثل ما عم تسمعوا للاسف ليستر سيتي نفسه بطل الدوري ب 2016 هبطوا لدوري الدرجه الاولى وخلصت قصته مع البريمير ليج، هو واخذ معه ساوثهامبتون البطل العنيد وليدز يونايتد. بس يحزنكم تعرفوا ايش عمول على الساوث هو فريق بطل؟ لانه رغم الهبوطها راحوا تعادل مع اليونايتد ومع ليفربول ومع ارسنال ومع توتنهام، يعني ما كان خصم سهل ابدا. وبالنسبه لتشيلسي ساوثهامبتون طق تشيلسي روح رجعه. Talo. Sorry.